السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. النهاردة الوقفة وبكرة العيد، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. انا النهاردة عملت روتين سهل جدا وبسيط وان شاء الله يعجبكم. انا كان نفسي اصور لكم الفيديو من اول البداية لحد النهاية، بس بجد اليوم النهاردة كان صعب جدا مع الطبيخ والكنس والمسح والغسيل. يعني والله اليوم النهاردة كان صعب جدا، وانا صاحيه بدري من الساعه 7 الصبح علشان النهارده طبعا يوم الوقفه، وعندي غسيل وعندي طبيخ وعندي كنس. زي ما انتم شايفين ده شكل الشقه قبل التوضيب. انا قلت اصورها لكم قبل وبعد. ده طبعا شكل الشقه، مش قادره اوصف لكم، زباله يعني، فيها كميه تراب وكميه ورق مش قادره اوصف لكم. زي ما انتم شايفين والله انا لسه مروقه اوضه الاطفال ديت، ونزلت لكم فيديو قبل كده عنها. زي بصوا شكل الشقه عامل ازاي، شكل اوضه الاطفال عامل ازاي. يعني انا قلت لكم في الفيديو والله اصلا ما هيكمل عليها ربع ساعه وهتطلع بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. وده شكل الصاله اهيت، شايفين الصاله عامله ازاي. طبعا انا كان كل همي ان انا الحق اخلص الطبيخ، لان انا كان النهارده جوزي عازم اخواته يعني، فطبعا كان لازم ان انا اقوم اعمل الاكل. النهارده كان يوم صعب جدا. عملت جميع المحاشي، عملت ما شاء الله محشي كرنب وورق عنب وبتنجان وكوسه وفلفل، وعملت اللحمه وعملت رقاق وعملت طواجن بسله وطواجن كوسه، وعملت يعني اكل كتير جدا النهارده. والله ما حد كل اصلا. دلوقتي انا هوريكم الاكل ان هو فاضل زي ما هو. ده شكل المطبخ. المطبخ فيه كميه زباله مش قادره اوصف لكم. اليوم النهارده كان طويل وممل جدا. يعني انا كان كل هم ان انا اخلص الاكل باي طريقه، ما كنتش قادره ان انا اعمل حاجه. قلت اخلص الاكل الاول وبعد ما نفطر ان شاء الله والضيوف اللي عندي هتمشي وبعدين هشتغل بقى اعمل المطبخ. زي ما انتم شايفين ده شكل البوتاجاز بعد ما خلصت الطبيخ، وحطيت عليه شويه ميه علشان يلين، لان انا استخدمت النهارده في كميه اكل كانت رهيبه جدا. شايفين شكل المطبخ عامل ازاي. ده طبعا قبل، تمام، هتشوفوه بعد ان شاء الله. بس بجد النهارده تعبنا فيه جدا جدا انا وبناتي، والله ربنا يباركهم، يبارك لي فيهم يا رب ويخليهم ليا. بجد تعبوا معايا جدا النهارده، لان الشقه كانت يعني كانت مش قد متبهدله جدا. الشقه النهارده والله متبهدله جدا. شايفين اوضه النوم عامله ازاي. كان عندي كميه غسيل النهارده رهيبه. تقولي بقالي سنه ما غسلتش، اقسم بالله انا بغسل كل يوم يمكن 5 6 حطات. انا ما اعرفش اصلا الغسيل بيجي منين. انا طبعا الدنيا متبهدله عندي خالص. هنا الحمد لله الحمد لله خلصت الشقه. اول حاجه بدات بيها عملت البلكونه علشان طبعا البنات يقعدوا فيها لحد ما اخلص الشقه بره، تمام. هنا ما شاء الله خلصت البلكونه الاول، كنستها كنسه كويسه جدا جدا، لان انا كنت بخبز فيها عيش شمس، وكنت عامله فيها البسكويت والداي، فكل حاجه كنت بعملها في البلكونه. فالحمد لله خلصتها هي الاول ومسحتها وفرشتها. طبعا انا البنات هيجي يقعدوا فيها دلوقتي وهدخل بقى اخلص الباقي. الحمد لله انا اكون كل هم ان انا اخلص البلكونه الاول، لان هي كان عليها كميه رده وكميه تراب وكل الكميه مش قادره اوصف لكم، لان انا يعني بقعد فيها كتير، لان هي واسعه ما شاء الله. ودي طبعا اوضه الاطفال بعد ما خلصتها. دي تاني مره على فكره اوضبها والله العظيم، يعني مش عارفه اصلا بتتبهدل بسرعه جدا جدا. الحمد لله فرشتها كويس جدا وكنستها برضو كويس جدا ومسحتها، وفرشت بديل السجاد اللي وريتلكم قبل كده في كذا فيديو، ما شاء الله جميل جدا. دي انا اشتريتها ب250، تحفه تحفه، بتلزق في السيراميك وفي البلاط ورخيصه جدا زي ما انتم شايفين. بجد يعني مش قادره اوصف لكم. يلا الحمد لله على كل حال. اللي معاه اطفال صغيرين اكيد هتوصل للمرحله اللي انا وصلت لها دي اصلا. الواحد هيقول ايه الحمد لله على كل حال. اتمنى لو وصلتوا كده في الفيديو ما تنسوا تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. اوضه الاطفال بقت جميله جدا. انا يعني من الناس بحب ان الشقه بتاعتي تكون نظيفه، بس بجد الواحده لما يكون عندها اطفال مفيش حاجه بتبقى مكانها اصلا، بتبقى الشقه بتتبهدل بتتوسخ بسرعه والله العظيم. زي ما قلت لكم، زي ما انتم شايفين انا الشقه اهو تعبت فيها جدا جدا، وبعد شويه هتلاقي اصلا اتبهدلت. هنا اوضه النوم بعد ما كنستها كنسه كويسه ومسحتها برضو مسحه كويسه، وغيرت مفارش السرير الحمد لله، وفرشت بديل السجاد اللي وريته لكم برضو في الفيديو اللي فات. الحمد لله شكله جميل جدا بديل السجاد ومظبوط. انا بحب الشكل ده من بديل السجاد، وبحب الحاجه تكون صغيره يعني تبقى حلوه كده ومحنتكه. ما بحبش الحاجات اللي تكون كبيره كده تكون مغطيه السيراميك. انا بحب الحاجه اللي هي ايه، تكون بسيطه، تكون رايقه كده وتكون صغيره ما شاء الله. هنا اوضه النوم الحمد لله الحمد لله خلصت. والله العظيم الواحد النهارده كان يوم طويل طويل مش قادره اوصف لكم. كان طويل وممل جدا وتعب جدا. انا من اصعب الايام بحياتي هو اليوم بتاع النهارده والله العظيم، مع الطبيخ والغسيل والكنس والمسح والترويق.
فالواحد هيقول الحمد لله على كل حال يا رب، الحمد لله اللي يجيبه ربنا كله كويس. هنا طبعا المطبخ ده كان كله كوم، والشقة كلها كوم تاني. الحمد لله هنا خلص المطبخ، مسحته مسحة كويسة وفرشت. انا عندي سجاد صغير بتاع الاطفال ببدل بيه في المطبخ، لان المطبخ بيوسخ بسرعة. شايفين الاكل ده، كل الانواع الاكل اللي انا عملتها، المحاشي والطواجن، يعني الاكل والله فضل زي ما هو. فطبعا انا حطيت ان هو يبرد شوية وبعدين احطه في التلاجة علشان ناكله بكره. ما هو خسارة طبعا، زي ما انتم شايفين الدنيا غالية وحرام ان الاكل يتكب. فانا بحط الاكل في التلاجة وبنستخدمه تاني يوم. الحمد لله المطبخ خلص معانا اهو. انا مسكت الرخامة مسحتها مسحة كويسة علشان الرخامة تطلع معاكم بتلمع وجميلة. بعد ما تمسحوها بفرشة من اللي هي فرشة المواعين، امسحوها مسحة بسيطة من الزيت بتاع الاكل بيخلي الرخامة بتلمع كده وجميلة ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده. وغسلت الحوض برضو غسلة كويسة جدا. وطبعا الغسالة انا مشغلاها اصلا، بس انا دلوقتي مغطيها عشان التصوير، حطيت فيها حطة. ما هو الغسيل اصلا ما بيخلصش. شايفين المطبخ عامل ازاي؟ شايفين في الاول كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي؟ يختلف تماما طبعا. النظافة حلوة، الترويق حلو جدا. ودي الصالة، الحمد لله دي الصالة خلصتها. طبعا انا كان عندي بديل سجاد تاني لميته، وان شاء الله بعد العيد هوديه المغسله عشان يتغسل، لان انا الحمام اللي عندي صغير جدا وبديل السجاد عندي كبير جدا. فطبعا انا جايبه البديل عنده اهو. عندي يعني 3 شكلتين والتلاتة شكلتين. لما بيوسخوا دولت بشيلهم بحط التانيين، لازم يكون عندي بديل. دول بقى بديل السجاد جميل جدا ما شاء الله، دول احلى من الاولانيين. يعني شكل بديل السجاد ده احلى من اللي انا كنت جايباهم في الاول. وجبت هنا الكفر بتاع الانتريه، جميل جميل تحفه تحفه، بيحافظ على الانتريه. لو الانتريه بتاعك يعني قديم او في اي حاجه تجيبوا له الكفر ده هيغطيه وأكنه لسه جديد بالظبط. انا طبعا لسه شاريه الانتريه جديد زي ما قلت لكم المره اللي فاتت. فانا جبت له الكفر ده انا جبته 880 جنيه، جميل جدا ما شاء الله. ولبسته على الانتريه وشكله تحفه، غير الانتريه تماما اكنكم جايبين الانتريه بالشكل ده. هنا طبعا فرشت الصاله كويس جدا. يعني طبعا أنا الاول حاجه كنستها ومسحتها وفرشت بديل السجاد. ما شاء الله انا حاسه ان بديل السجاد ده احسن من اللي كان الاولاني، ولايق جدا على الانتريه، ولايق جدا على الكسوه بتاعت الانتريه. ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الصاله خلصت. يا رب بس تفضل لحد بكره بس نضيفه. انا بروق من هنا وبعد 5 دقايق تلاقيها متبهدله من هنا. انا نفسي اصورها لكم بعد ما اخلص، بس ده انا هنا قافله الباب على العيال جوه علشان كل شويه يطلعوا له في التصوير. بقول لهم استنوا طب لغايه ما اخلص التصوير. كل شويه واحده تطلع لي من هنا والتانية تطلع لي من هنا، لحد الحمد لله ما حبستهم قلت لهم لحد ما اخلص التصوير. شكل الانتريه جميل جدا بالكفر تحفه تحفه. انا عملت فيديو قبل كده عنه هسيبه لكم في صندوق الوصف. انا بصراحه عجباني الصاله، حاساها هنا يعني شكلها رقيق كده. البديل جميل جدا بتاع السجاد، لايق جدا على الانتريه. وعلى فكره انا عندي الحيطان كانت فيها وسخه كتيره جدا، فانا جبت جرجل بوهيه من عند زوجي وعمل لي اللون نفس الحيطان بالظبط ودهنته، علشان كان عندي ان هو اللون اللي عندي ده اسمه فانيلا لاتيه فبيوسخ بسرعه جدا. فانا جبت بستله من عند زوجي وعمل لي نفس الدرجه ودهنت الحيطان عشان تبقى تبقى حلوه مع الانتريه مع الاكسسوارات اللي احنا عاملينها كده، فتدي شغل حلو. ما تنسونيش بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. شايفين الحمد لله الحمد لله خلصنا الشقة على خير، ودي اخر حاجة الحمد لله فيها. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.